معادنا النهاردة مع الجزء الثالث والأخير من سلسلة أفلام باجي بطولة الممثل اللي انتوا بتحبوه ونجمكم المفضل تايجر شروف. ولما تفتحوا صندوق الوصف هتلاقوا الجزء الأول والتاني. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع بطل الفيلم روني وهو ماسك واحد ميت، وروني عمال بيصرخ لأنه مش عارف يوصل لأخوه فيكرم. الموضوع ملخبط صح؟ تعالوا مع بعض كده بالراحة أحكي لكم إيه الموضوع. هنرجع مع بعض بالزمن لمدة 15 سنة لورا، وبنشوف فيكرم وروني وهم صغيرين وبيلعبوا وبيطيروا طيارات ورق في السماء. وبيبقى فيكرم أخو روني الكبير، وبيروح روني يشتري لهم حاجات حلوة. ففيه ولد بيمسك فيكرم وبيروق عليه، واللي بيبقى متغاظ منه عشان كسبه في سباق الطيارات. ففيكرم بيروح منادي على روني بصوت عالي جدا، وبيسمعه روني فعلا وبيجي، وبيبقى روني من صغره هو قلبه ميت وما بيخافش. وعلى الرغم من انه اصغر من فيكرم فالعيال بيستقلوا بيه، بس بيمسكهم وبيديهم حتة علقة ما ينسوهاش في حياتهم عشان ضربوا أخوه. فأبوهم واللي هو ضابط شرطة بيجي وبيمسكهم هما الاتنين، وبيضرب روني علقة محترمة، مع إن السبب في الخناقة فيكرم مش روني. روني قال لأبوه فيكرم ملوش دعوة، أنا اللي اتخانقت مع العيال دي، وبياخد هو العلقة كلها وبيحمي أخوه لأنه عارف إن أخوه ضعيف وجبان وما بيتحملش الضرب. عشان كده فيكرم بيحب روني أخوه ده أكتر من نفسه، وبتبقى علاقتهم قوية جدا. ففيكرم بيتأسف لروني وبيقول له معلش حقك عليا. فروني قال له إن الضرب ده ما وجعوش ولا حاجة، عادي ما تاخدش في بالك. وبيقعدوا يضحكوا مع بعض، وبيرجع أبوهم لاسم الشرطة. ففيه ضابط قابله وقال له على فكرة أنا شفت الخناقة، والسبب في الخناقة هو فيكرم مش روني، وانت كان المفروض تضرب فيكرم مش روني. فضحك ابوهم وقال له انت عارف انا لو كنت ضربت فيكرم كان روني مسك المسدس وموتنا انا. انت ما تعرفش روني بيحب فيكرم قد ايه. هو ممكن يسامح في حقه بس مش ممكن يسامح اي حد في حق اخوه فيكرم ابدا. ودايما بنشوف روني هو بيدافع عن اخوه فيكرم وما بيخليش حد يقرب منه. وبنشوف ابو روني وفيكرم وهو بيتعرض لهجوم من ارهابيين وعاوزين يموتوه، وبيلحقوه وبياخدوه ودوه المستشفى لان الاصابات اللي في جسمه كتيره وخطيره جدا. وبيجيب ولاده المستشفى وبيوصي روني على اخوه فيكرم لانه حاسس انه هيموت. فروني بيوعد ابوه انه هيهتم باخوه وياخد باله منه ومش هيسيبه ابدا. بيموت ابوهم قدامهم وهم مش مصدقين، وبيفضلوا يعيطوا ويصرخوا ومتاثرين بموت ابوهم. بس روني بيقدر يهتم باخوه فيكرم زي ما وعد ابوه قبل ما يموت. وبنشوف روني وهو بيهتم بفيكرم وهو بيأكله بيشربه وبيحاول يعلمه ازاي يدافع عن نفسه لو حد هاجمه. وفيكرم بيبقى حاسس باخوه وقد ايه هو بيحبه وبيضحي عشانه. فيكرم بيبقى قلبه صافي وجميل هو كمان وبيحب اخوه روني قوي. وبنشوف بقى روني وفيكرم لما بيكبروا بيبقوا شباب زي الورد. بيفضل فيكرم برضه قلبه طيب وحنين. وبيجي فيكرم وهو بيتفرج على فيلم في السينما، ولان فيكرم عاطفي ورومانسي فبيقعد يعيط على احداث الفيلم اللي بيتفرج عليه، لان بطل الفيلم بيموت عشان حبيبته. وبتيجي بطلة الفيلم سيا وهي ماشية وماسكة الموبايل وبتحاول تلقط شبكة للموبايل بتاعها، وبتفضل تلف في السينما كلها لحد في الاخر ما بتلقط شبكة في حمام الرجالة. يا لهو على الاحراج. فبتاخد بعضها وبتجري على بره. فبتشوف فيكرم وهي ما تعرفوش اصلا، فبتقعد تتريق عليه لما بتشوفه وهو بيعيط على الفيلم وهو بيجيب فشار. ولانها ما تعرفش فيكرم فما تعرفش انه عاطفي قوي. ولان فيكرم قاعد يبص على سيا فبيخبط في رجاله زعيم عصابه وهو ما يقصدش، وبيوقع العصير والفشار عليهم. فبيتاسف لهم فبيروحوا ضاربينه. فبينادي فيكرم على روني بصوته العالي قوي ده. روني بيجي يلحق اخوه بسرعه البرق وكله قوه وحماسه ووسامه. ففيكرم بيقول له على الموقف اللي حصل، بس ما قالوش انهم ضربوه روقوا عليه لانه مش عاوز يعمل مشكله لاخوه. ولما روني بيسمع فيكرم بيقول له لا انت كده غلطان، وبيعتذر للناس وبيمشي. فوهو ماشي فبيشوف اثار ضرب على رقبه اخوه، كمان في دم نازل من ودنه. فبيعرف انهم ضربوه. فبيرجع روني للعصابه وبيمسكهم واحد واحد وبيروق عليهم وبيديهم درس حياتهم وبيعلم عليهم كلهم وبيكسر عظمهم من الضرب. وقال لهم انتوا عارفين لو كنتوا ضربتوني انا كنت سامحتكم، بس فيكرم لا، خط احمر. وبيكمل عليهم ضرب لحد ما بياخد حق اخوه فيكرم. وكل ده بيحصل وسيا واقفه وشايفه روني وهو عمال ينفض فيهم، لدرجه ان سيا بتبقى معجبه قوي بروني وبشجاعته وقوته وكمان وسامته.
وبنشوف صديق ابوهم مأمور الاسم وهو بيعرض عليهم انهم يشتغلوا معاه في الشرطة، وخصوصا روني لانه عارف انه قوي وهيفيدهم قوي. بس روني بيرفض لان عليه قضايا كتير قوي فمش هينفع يشتغل معاهم. فقال له ايه رأيك تاخد فيكرم يشتغل معاكم احسن؟ ففيكرم بيرفض في الاول بس روني بيقنعه وبيخليه يقدم في اختبارات الشرطة، وبيقبل وبيشتغل في الشرطة معاهم وبيبدأ الشغل. وبيبقى ما شاء الله مبخت في اول يوم شغل ليه لانه بيدخل عليهم زعيم العصابة واللي اسمه ايفل، وبيبقى حرق واحد فكر بس انه يخونه، والظباط كلهم بيبقوا واقفين ومتنحين ومحدش بيقدر يكلمه. طبعا اخونا فيكرم كان واقف وبيقول يا ارض تشقي وبلعيني. طبعا ايفل عمل كده عشان يعلم على كل الظباط اللي في الاسم وبيسيبهم وبيمشي. وطبعا فيكرم بيبقى خايف منه هو كمان، بس سأل زميله الظابط اللي معاه وقال له هو ليه محدش وقف قصاد ايفل ده ولا كلمه ولا حتى كلمة واحدة، واحنا ليه خايفين منه قوي كده؟ فزميله شاور له على المفتش ترباسي وقال له المفتش ده لما حاول يقف قصاد ايفل فراح ايفل قتل له بنته الصغيرة، وعشان كده الشرطة كلها في دلهي بتخاف من ايفل ومحدش بيقدر يقف قصاده وبيعمل اللي هو عاوزه. ولما فيكرم بيروح البيت بيشوف روني وهو بيتدرب، فبيحكي له على اللي حصل في الاسم وعلى ايفل وان كل الضباط كانوا خايفين منه وقد ايه الراجل ده خطير. بنشوف بعد كده ايفل مع زعيم العصابة الكبير واللي اسمه باجو، واللي بيجي لهم رسالة من واحد اسمه ابو جلال وقال لهم انا عاوزكم تخطفوا 25 عيلة. ابو جلال ده بقى يا سيدي زعيم المافيا في سوريا، وقلبه ده مفهوش ولا سنة رحمة لأي حد، راجل كان او ست، كبير ولا كان حتى صغير. فايفل بيسأل باجو هو ابو جلال بيعمل ايه بالعيال دي كلها وعاوز منهم ايه؟ فباجو قال له ابو جلال بيعمل بالعائلات دي عمليات انتحاريه وبيخلي الاهالي الكبيره هم اللي يعملوا العمليات الانتحاريه الاول بحجه انهم ينقذوا اطفالهم، وابو جلال ما بيسيبش الاطفال دي او يمشيهم، لا ده بياخدهم ويدربهم كمان وبيخليهم ارهابيين وبينفذوا اوامره. وكل فترة ابو جلال بيطلب من باجو وايفل انهم يخطفوا له من 20 ل 25 عيلة علشان ينفذ بيهم عملياته الارهابية. وبيكون عند باجو وايفل رجالة زي الرز وشغالين ما شاء الله في كل الممنوعات. وبنعرف بعد كده ان ابو جلال متصنف على انه الارهابي الاول في العالم ومطلوب جدا من حكومات كتير وباي تمن. وهو مش بس بيخطف اطفال، لا ده شغال في كل الاصناف، رجالي وحريمي واطفال، وده لان باجو وايفل واللي زيهم بيخطفوا له ناس كتير قوي عشان عملياته الارهابيه اللي بيعملها. وبنعرف ان الصحفيه حفيظه قدمت بلاغات كتير للشرطه لان كميات العائلات اللي بتتخطف وتختفي كبيره قوي وتخوف، بس الشرطه بيبقوا خايفين طبعا من ايفل وباجو وما بيعملوش اي حاجه للناس وما بيهتموش باي حاجه. بنشوف حفيظه وهي بتكلم سيا وبتروح معاها مركز الشرطه، فسيا بتكون بنت جريئة وبتقول للظابط انت لو ما عملتش بلاغ انا هصورك وهفضحكم على كل مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الظابط كده بقى بين نارين، خوفه من سيا لا تفضحه وكمان بيبقى خايف من ايفل وباجو ومش عارف يعمل ايه. فطلع الظابط خبيث قوي وفكر انه يلبس فيكرم في الموضوع بداله، وبيقول لفيكرم انت اللي هتعمل البلاغ ده واللي فيه حفيظه بتتهم ايفل بخطف الناس دي، ومهمتك بقى يا بطل انك تقبض على ايفل. وبيقفوا كلهم يسقفوا لفيكرم انه هيعمل كده، ومش قادر اقول لكم قد ايه فيكرم كان مرعوب من الموضوع اصلا. وبيسيبهم فيكرم وبيكلم روني وبيقول له على الورطه اللي ورطها له في الاسم. فروني قعد يضحك وقال له خلاص يا سيدي وافق انت ومالكش دعوه، وقال له روح كمان لوحدك وقول لهم انا مش عاوز اي قوه معايا انا كفيل بيهم. طبعا فيكرم بيخرج لزمايله بيقول لهم اللي قاله له روني بس بيبقى مرعوب من جواه اصلا. فيكرم بيروح للمصنع اللي ايفل لما بيخطف حد بيوديه هناك، روني بيروح معاه بس بيبقى مستخبي ومتنكر عشان محدش يعرفه، وبيمسك اخوه وبيقول له ما تخاف ده انا، وبيمسك كل الرجاله اللي في عصابه ايفل وبيروق عليهم وبيديهم الطريحه التمام وبيخلص عليهم كلهم لوحده وبيسيبهم ويمشي. بيروح فيكرم للناس المخطوفه دي وبيفكهم وبيساعدهم ويحررهم، وبيبقى فيكرم كده اسطوره قدام الناس والاعلام كمان، وانه قدر انه يقاتل ويهزم رجاله ايفل لوحده. طبعا فيكرم بيتشهر بس على حساب اخوه روني، بس روني عارف كده وهو اساسا اللي طلب منه كده، وحبهم لبعض اكبر من اي حاجة في الدنيا. ولما فيكرم بيرجع للقسم فبيقابل رئيسه هناك وبيبقى زمايله كلهم مش مصدقين ان فيكرم قدر يتغلب عليهم لوحده، فرئيسه بيبقى مبسوط وبيحضنه وبيبوسه وبياخدوا مع بعض صورة سيلفي. بنشوف الخناقة اللي بتحصل بين روني وفيكرم وسيا واختها حفيظة عشان خبطوا الموتوسيكل بتاعهم، وبيتأسف لهم وبيمشوا. وبيجي فيكرم وروني وصديق ابوهم وبيقول له ايه يا فيكرم مش آن الاوان انك تتجوز ولا ايه؟ فيكرم بيبقى مش حابب الموضوع بس روني بيقدر انه يقنعه يتجوز،
يتجوز. روني بياخد فيكرام وبيروحوا بيت العروسة اللي صديق والده قال له عليها، ولما بيدخلوا البيت فبيقابل سيا، فبيفتكر روني انها العروسة، وسيا بتبقى فاكرة برضو ان روني العريس، فالاتنين بيبقوا زعلانين. فاخو العروسة بيخرج عليهم من جوه وبيقول لهم خلاص العرسان اتفقوا على كل حاجة وكله تمام. فبتفهم سيا ان العريس اخو روني، وروني كمان بيفهم ان سيا مش العروسة، فبياخدوا بعض بالحضن من الفرحة لانهم معجبين ببعض وشكلهم كده بيحبوا بعض. ولما بتتحرج سيا من اللي عملته فبتدخل تتكلم مع العروسة واسمها لوجي، واللي كانت مش موافقة في الاول على الجوازة، بس بعد كده بتقتنع وبتوافق. بنشوف روني وسيا وفيكرام وعروسته في الفرح بتاعهم وبيبقوا مبسوطين وبيرقصوا وبيغنوا. وبيبقى فيكرام راجل متجوز بقى وعنده بيت ومكانته كل يوم بتعلى في الشغل بسبب اللي عمله مع العصابة، والسبب روني ومساعدته ليه في القبض على افراد العصابة كل شوية، واللي بيبان للناس ان فيكرام هو اللي عمل كده، بس الحقيقة روني هو البطل. وبسبب كل اللي بيعمله فيكرام فزعيم العصابة بيقرر يخطف اخوه روني، وبيهددوا فيكرام انه يبطل شغل عليهم ويبعد عنهم. وبنشوف العصابة وهي خاطفة الغلبان روني وهو عامل كيوت ورايح معاهم الوكر بتاعهم، وبيمثل عليهم وبيقول لهم وانا مالي يا جماعة، انا ذنبي ايه، انتوا خطفتوني ليه؟ وبيروح باجو مكلم فيكرام في التليفون وبيقول له لو ما جيتش هنقتلك اخوك الصغير روني. وبيقلق فيكرام على روني بجد من العصابة ان تعمل فيه حاجة. فروني قال لباجو ممكن اكلم اخويا عشان اخليه يجي بسرعة. وروني وهو بيكلم فيكرام فبيعمل نفسه ضعيف وبيعيط قدام العصابة، وقال لفيكرام انت تجيلي هنا بسرعة. فبيضحك فيكرام من طريقة وكلام روني لانه عارف ان روني هيخلص على العصابة دي في اقل من دقيقتين. بنشوف باجو وهو بيطلب من رجالته انهم يقطعوا صباع روني، فروني بيعكس الوضع وبيقطع صباع واحد من رجالة باجو، وبيبدأ روني يمسكهم واحد واحد ويتسلى عليهم لحد ما روق عليهم كلهم وخلص عليهم. وبيروح فيكرام على الجاهز يقبض عليهم، وبيقدر باجو وشوية من رجالته انهم يهربوا من ايد روني، واللي بيتقبض عليه هو ايفل ورجالته، واللي بياخدهم معاه لاسم الشرطة. وبنشوف ايفل وهو مستني يترحل على المحكمة عشان يتحاكم على كل الجرائم اللي عملها، وبيعرف روني ان رجالة ايفل هيهربوه، فبيقرر انه يخلص على ايفل. وبيجي فيكرام وهو بيدي المسدس للضابط ترباسي عشان ينتقم لبنته ويخلص على ايفل. وبالفعل ترباسي بيضرب ايفل قدام الناس كلها بحجة انه كان هيهرب منه، وبكده فيكرام بينجح انه يحقق العدالة بين الناس بمساعدة اخوه روني. ويوم عن يوم بتزيد شهرة فيكرام عند الناس وكمان في الاعلام، لدرجة انهم بقوا بيقولوا عن فيكرام انه اقوى ضابط في الداخلية. وبرضه ما ننساش ان كل ده روني هو السبب فيه ومحدش بيجيب سيرته خالص. بنشوف فيكرام وهو بيكلم اخوه روني وبيبقى قلقان للعصابات دي ترجع تنتقم منه ومن اسرته، فبيبتسم روني ليه وبيقول له ما تخافش انا دايما معاك ومش هسيبك ابدا. وبتدور الايام وبيفضل روني يساعد فيكرام في القبض على غالبية المجرمين اللي بيتاجروا في السلاح او المخدرات او جرائم الخطف. وكل ده بيتم عن طريق روني لما بيروح قبل فيكرام وبيخلص على المجرمين، وبعدين بيجي فيكرام على الجاهز يقبض عليهم. وبسبب سمعته الكويسة اللي بقت بين الناس اترقى وبقى ناجح في شغله وبيبقى اشهر ضابط في دلهي. الوزير لما بيسمع عن فيكرام وشطارته فبيقول له انا هكلفك بمهمة، انا عاوزك تروح لسوريا وتقضي على ابو جلال وتنقذ العائلات المخطوفة اللي هناك. فيكرام بيبقى خايف يروح سوريا وقلقان على مراته لانها حامل، فروني بيقول له اطمن انا هاخد بالي منها، ولو قابلك اي حاجة هناك كلمني وانا هجيلك على طول ما تقلقش. بيوصل فيكرام لسوريا وبيعدي اول اسبوع من غير مشاكل، وبنشوفه وهو بيكلم روني لان بقالهم اكتر من اسبوع ما شافوش بعض ولا كلموا بعض. فبيسيب روني على التليفون لان جرس الباب رن، وفجأة بيلاقي 2 من رجالة ابو جلال في وشه، واحد منهم اسمه زيدي وبيكون دراع ابو جلال اليمين، وبيمسكوا فيكرام وبيروقوا عليه، وكل ده وروني على التليفون وشايفهم. وبيبقى روني هيتجنن لانه شايف اخوه هو بينضرب ومش قادر يساعده، وبيقول لزيدي في التليفون لو لمست فيكرام انا هقتلك. فزيدي رد على روني وقال له انت فاكر ان انا لوحدي، احنا جيش كبير وبلد كاملة. وبيروح مدغدغ التليفون بتاع فيكرام. روني من الناحية التانية هيموت من الغيظ ونفسه يمسكه عشان يخلص عليه، ومرات فيكرام بتبقى واقفة وراه بس ما بيقولهاش على حاجة. طبعا رجالة ابو جلال بياخدوا فيكرام وبنشوف ابو جلال وهو عامل لايف للدنيا كلها وهو بيقول انه اخطر راجل في العالم ومفيش حد يقدر يقف قصاده، وكمان اقدر اعمل اللي انا عاوزه في اي وقت وفي اي مكان. وبيتكلم روني مع سيا وبيقول لها على الحقيقة وان اخوه اتخطف وقال لها ما تقوليش لحد، فبتقرر
فبتقرر انها تروح معاه سوريا. ولما بيوصلوا بيروحوا مركز الشرطة، واللي منهم ممكن يعرفوا فيكرام فين. ولما الشرطة بيعرفوا من روني ان اللي خطفه ابو جلال فكلهم بيكشوا وبيرفضوا مساعدته. روني وسيا بيخرجوا من مركز الشرطة فبيقابلوا واحد اسمه اخطر، وقال لهم على فكرة انا عارف مكان الشخص اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنه جوه. ولما بيوصلوا للمكان اللي قال لهم عليه فبيلاقوا نفسهم متحوطين برجالة كتير ومعاهم سلاح، وطبعا ده بيبقى فخ عامله اخطر عشان يقلب روني وياخد اللي معاه. طبعا روني بيبقى مش فايق للكلام ده، فبسرعة كده بيخلص على كل رجالته. فاخطر بيقول له حقك عليا، انا ما كانش قصدي اسرقك، انا كنت عاوز فلوس بس عشان اعالج اخويا المصاب بالشلل. فروني بيقول له خلاص ولا يهمك انا مسامحك، وبيفتكر اخوه فيكرام وقال له خلاص مفيش اغلى من الاخ. ده كمان اداله فلوس ومشي. وعشان كده اخطر قال له بقول لك ايه، انت انسان كويس وانا هساعدك. فساله اخطر وقال له هو الشخص اللي كنت بتتكلموا عليه في مركز الشرطة ده ايه حكايته؟ فروني قال له انا معرفش اكتر من ان محفظة فيكرام اتسرقت اول ما جه هنا. فبياخدهم اخطر لاكبر حرامي في سوريا، وبيلاقوا المحفظة وبيديها لروني. وبيقدر روني يعرف عنوان الفندق، وبيروح للغرفة اللي كان فيكرام فيها، وبيلاقي كل حاجة زي ما هي، الباب مفتوح والموبايل متكسر وواقع على الارض. فاخطر بيمسك الموبايل بمنديل واداه لصديق ليه، فبيقدر يعرف البصمات اللي عليه بتاعت مين. ولما يعرفوه هيقدروا يوصلوا له، وهو هيوصلهم لفيكرام. وبيقدروا يعرفوا ان البصمات دي لزيدي اللي كان مع ابو جلال. روني بياخد اخطر وسيا وبيروح لمنطقة زيدي، وطبعا لما بيسأل الناس بيبقوا خايفين يقولوا له مين ده ولا هو مين ولا فين. ولما روني كان واقف فبيسأل الناس فبيلمح زيدي واقف في بلكونة، وبيطلع له وبيتقاتل معاه. وعلى الرغم من ضخامة جسم زيدي بس روني بيروق عليه، ومن حلاوة العلقة اللي كلها من روني استسلم. فروني قال له خلاص انا هسيبك بس بشرط قول لاخويا فين. بس يا خسارة بتيجي عربية زي الصاروخ وبتشيل زيدي من على الارض. ولما روني بيروح يشوفه فبيلاقيه خلصان. بنشوف فيكرام ورجالة ابو جلال طحنينه من كتر الضرب لما بقاش شايف قدامه، وبياخدوه بيرموه مع العائلات اللي خاطفينها. ولما روني فتش زيدي لقى الولاعة اللي كانت مع باجو لانه عارفها. فروني سأل اخطر ما تعرفش الرسمة دي بتاعت ايه؟ فاخطر قال له ده نادي ليلي. فقرر روني يروح للنادي ده ويمكن يقدر يعرف اي حاجة. فسيا بتاخد الموبايل بتاع زيدي وبتفتحه ببصمة عينه، وراحت بعت رسالة لباجو بتقول له قابلني بالليل في النادي الليلي اللي في تاج محل. والله بنت ذكية. بنشوف روني وهو داخل النادي الليلي عشان يقابل باجو عشان يوصل لفيكرام. بس بنشوف ابو جلال قاعد هناك مع باجو وهو بيقول له اللي قتل اخويا زيدي انا مش هسيبه وهخلص عليه، وعرفت ان الشخص ده هيجي النادي النهارده عشان كده انا مستنيه عشان اقتله. وبيجي واحد من رجالة ابو جلال وقال له لازم نهرب بسرعة لان الشرطة محاوطة المكان. فابو جلال وهو ماشي خبط روني وقال له معلش انا دماغي مش معايا، اصل انا بدور على اخويا. فابو جلال قال له لو ما لقيتش اخوك تعالى لي وانا هساعدك. وبيشكروا روني بجد لان الاتنين فعلا ما يعرفوش بعض. ولما الشرطة بتدخل النادي بتقبض على باجو وبيسألوه عن ابو جلال وهو فين. فباجو بيرفض يعرفهم هو فين او يتكلم معاهم. فروني قال لهم سيبوهولي وانا هخليه يتكلم. وبيركب معاه روني عربية الشرطة وبيفضل يتكلم معاه كتير. وبعدين كلهم بينزلوا من العربية هو واخطر وباجو وسيا على كافيه، وراح مشرب باجو شاي واداله فلوس وسابه يمشي عشان لما اعوان ابو جلال يشوفوه يفهموا ان باجو خاين، واتفق مع الشرطة عليهم. وفعلا بعدها بشوية بيجي رجالة ابو جلال وبيضربوا نار على باجو وهو بيجري من قدامهم وما بيلاقيش غير عربية الشرطة، وروني بيروح مادد له ايده وبيساعده. فباجو قال والله طالما كانوا هيموتوني والله لاقول لكم هم بيعملوا ايه. وقال لهم ان ابو جلال بيخطط لعملية انتحارية وبتعتبر اكبر عملية ليه وهتهز العالم كله. واول حاجة هيعملها ابو جلال هو تفجير السفارة الهندية، واللي هيفجر السفارة الهندية دي واحد هندي قريب روني وسيا واسمه آسف. فروني بيقسمهم لمجموعات عشان يقدروا يعرفوا اي معلومات تساعدهم. سيا بتروح مع الضابط عشان تحاول تتعرف على آسف، وبيكون آسف من ضمن العائلات اللي اتخطفت قبل كده وودوها لسوريا. وبيقعد باجو يشرح لأخطر وروني المكان اللي فيه أبو جلال وإزاي هيدخلوا ومنين. روني بيروح الوكر بتاع ابو جلال وبيبدأ يفجر المكان بالقنابل وبيقاتل رجالة ابو جلال وبيقضي عليهم لوحده. وبعدين بيروح للمكان اللي ابو جلال خاطف فيه العائلات وبيضرب كل رجالة ابو جلال وبينقذ العائلات اللي مخطوفة كلها. وبيفضل يدور على فيكرام بس ما بيلاقيهوش. بنشوف باجو لما بيشوف الاطفال المخطوفة ومتعذبين قد ايه فضميره بيصحى، ووعد روني انه قرر يبعد عن اي عمل اجرامي وهيبطل شر. وقال له روني مش هتلاقي فيكرام هنا لان
لان ابو جلال وداه مكان تاني. فقال له روني خلاص انت خد الناس دي لاسم الشرطة وانا هروح انقذ فكرم من ايد ابو جلال. فروني فرح لكلام باجو وشكره وبيروح يدور على فكرم. وبنيجي لآسف وهو في السفارة والقنبلة حوالين جسمه واللي ممكن تنفجر في أي لحظة. فسيا في آخر لحظة بتشوفه وقالت له استنى يا آسف اوعى تفجر نفسك، عيلتك بخير احنا أنقذناهم. وفعلا آسف بيقتنع بكلام سيا وهو ما بيفجرش السفارة. بنشوف بنت صغيرة من اللي كانوا مع باجو وهو واخدهم يوديهم اسم الشرطة راحت دايسة على لغم. فبيقف باجو مكان البنت وبيجي له رجالة أبو جلال وبيشوفوه وهو واقف على اللغم. باجو ما بيلاقيش فرصة أحسن من كده بإنه يرفع رجله من على اللغم ويموتهم معاه. أخطر بياخد باقي العائلات وبيوصلهم لبر الأمان. طبعا أبو جلال لما بيعرف إن كل العائلات المخطوفة اتحررت بيتجنن، فبيقول لرجالته الشغلانة كده بأنها باظت ومش هنعرف نعمل حاجة، هاتولي طيارة أهرب بيها من هنا. ولما الطيارة بتبقى في طريقها لأبو جلال فروني بيمسك الطيارة وبحتة هندي جامدة كده بيقدر روني يوقع الطيارة على الأرض. وبسرعة روني بيجري على المكان اللي فيه أبو جلال دلوقتي. وبنشوف واحد من رجالة أبو جلال بيكلمه وبيقول له مش الأمريكان ولا الروس اللي ضربونا، ده واحد بيدور على أخوه واسمه فيكرم. على طول ابو جلال افتكر الشخص اللي خبطه وهو خارج من النادي الليلي وقدر يعرف ان ده هو الشخص اللي بيهاجمه. وبنشوف رجالة ابو جلال وهم بيضربوا نار بالرشاشات على روني، بس روني بيمسك باب الطيارة وبيعملوا درع ليه والرصاص كله بيجي في الباب. وبيفضلوا يضربوا على روني لحد ما الرصاص اللي معاهم بيخلص. فبيطلع روني جري عليهم وبيمسكهم واحد واحد وبيخلص عليهم. بنشوف الدبابات وهي جاية على روني عاوزين يقتلوه، بس روني بيبقى اذكى منهم وبيهاجم الرجاله اللي في الدبابات وبيموتهم وبيفجر الدبابات. بنشوف ابو جلال وهو واقف بين الرهاين عشان يعرف مين فيهم اخو روني، وبيفضل ابو جلال يضرب فيهم ويعذبهم لحد ما في الاخر فيكرم بيقول له انا اخو روني، وقال له انا مش خايف منك وسيبنا احسن بالذوق بدل ما اخويا يجي ويخلص عليكم. فابو جلال ما بيبقاش مصدقه زي كل مره. فيكرم بيروح منادي على روني بصوت عالي جدا، فبيلاقي روني قدامه في ثانيه واحده. فابو جلال قال لروني انا هسيبك تاخد اخوك وتمشي ومش هعمل لك حاجه، بس روني قال له شرطي الوحيد عشان امشي من هنا اني اخد باقي الناس دي معايا. ابو جلال شخص لئيم فبيوافق ومش بيعديها ومش هيعديها كده لروني. من الناحيه التانيه ابو جلال بيكون خطف سيا وبيهدد روني بيها، فبيروح حابس سيا وفكرم لوحدهم وبيتسلى هو بقى على روني لوحده وبيروقوا عليه وبينزلوا في ضرب لحد ما بيبقاش قادر يقاتلهم. ففكرم بيبقى هيتجنن وبتجيله شجاعه مش طبيعيه وبينط من فوق القفص وبيبدا يقتل رجاله ابو جلال. وبيبص روني لاخوه فكرم وبيبقى مبسوط لان فكرم بقى شجاع وكمان عاوز ينقذه. وبنشوف روني وهو مضروب بحديده في بطنه وبيقع على الارض وبيبقى مش قادر يتحرك. فكرم بيتجنن اكتر من اللي حصل لاخوه فبيبقى قوي جدا وبيقتل كل رجاله ابو جلال. ولما بيضرب ابو جلال فبيرجع لورا فبتيجي الحديده في ظهره وبيخلص عليه. وبينجح روني انه ينقذ اخوه وسيا كمان لاول مره في حياته، وبيبقى فعلا المره دي بطل مش بجد زي المرات اللي فاتوا. بيتحاول سيا وفكرم انهم ينقذوا روني وهم بيعيطوا، وبيجي ابو جلال من وراهم وهم مش شايفينه وبيمسك حديده وخلاص هيبقى هيموت فكرم. فبيقوم روني وبينجح انه يخلص على ابو جلال ويقضي عليه. وبيروح روني للمستشفى بعد كده وبيتعالج وبيبقى زي الفل. وكل الرهاين اللي كانت مخطوفه بيقدر روني وفكرم انهم يرجعوهم لاهاليهم مره تانية. وكمان بنشوف فكرم وهو بيترقى بناء على نجاحه في المهمة لأنه قدر يخلص على أبو جلال وينقذ العائلات المخطوفة. وبنشوف روني وسيا وفكرم ومراته وهم عايشين سعداء ومبسوطين مع بعض. ولما بيكون فكرم بيتكرم فروني بيشوف أبوه هو بيحييه على كل اللي عمله مع أخوه وإنه وفى بوعده ليه. وبينتهي الفيلم النهاردة نهاية سعيدة، وبكده بيكون الجزء ده آخر جزء في سلسلة باجي. وبجد أنا مبسوط إن معاكم لأن بجد أفلام تايجر شروف جميلة وممتعة جدا. أشوفكم إن شاء الله في أفلام تانية وجميلة مع بطلكم